دخل القبيلي صنعاء وشل سلاح الجيش. عادي. تمدد وانتشر في كل المحافظات. عادي. ضربت علينا السعودية ودمرت المعسكرات والبنية التحتية. عادي. ومن سلم من صواريخ سلمان مات بالراجع حق عفاش والحوثي. عادي. انقطعت علينا الكهرباء. عادي. انعدم البترول والديزل والغاز. عادي. انقطع علينا الماء والمواد الغذائية. عادي. بدأنا نموت من الجوع. كل مقومات الحياة الأساسية معدومة. عادي جدا. المهم ان الزوامل بترعد. وكل يا شعبي زوامل. الصدق هكذا تعب علينا وعليك يا بابا عبد الملك، وعلشان تشوف حل لنفسك ولنا ضروري تقبل بالمبادرة حق طاقم حشوش. الحل الأول، يا تشغل الشاصت حقك اللي بدون بريك ولا ريوس وطريقة السعودية، وقدك تقاتل مرتزقات الجيش السعودي من جهة، ومن جهة ثانية الشعب اليمني كله يكون معك. وانا اضمن لك ان القبائل كلهم حيدخلوا معك عشان الفيء والسمع والصعاليق. عفوا اقصد اللجان الشعبيه حوثت 2014. والاشتراكيين والقوميين الذي طول عمرهم بيتكلموا كلام كبير حينظروا لك ويركزوا لك. الزعيم ومعاه عودة للرياض يستكمل علاج. وبقية الشعب وعدهم انك اول ما تدخل السعودية حتدي لهم فيز وكلهم عيجوا معك. ايران سمي لهم الخليج العربي الخليج الفارسي وهم عيدوا حق السماية. والامم المتحدة ومجلس الامن كلهم اول ما تدخل السعودية حتفعل حوار يمني في الرياض تنفيذا لقرار مجلس الامن. الحل الثاني، ترجع مران وتحنبهم لانها خاربة لا عدل لا نفط ولا حكومة ولا وزراء ولا شعب يفهم ولا حلب بالموز ولا ليم. Shoo